لو مهتم جديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. كل واحد فينا ليه على اسمه في مصر 3 محافظ. تقدر تعمل محفظة فودافون كاش، تعمل اتصالات كاش، تعمل اورنج كاش. ماشي، المحافظ دي مش هتكلفك حاجة، مجرد ان انت هتقول انا عايز اعمل محفظة، خصوصا لو انت عندك ارقام زي كده. حتى لو انت ما عندكش ارقام تقدر تعمل رقم تحوله. لو انت عندك 3 ارقام مثلا فودافون كلهم، ممكن تحول رقم اتصالات، رقم اورنج، رقم فودافون. بعد ما تحولهم تقدر تعمل محافظ بمنتهى السهولة. محفظة اورنج كاش ممكن بنسبة 80 ل90% هتشحن باقتك عن طريق محفظة اورنج كاش. يعني ايه؟ يعني كل شهر تقريبا ممكن يجيلك عروض، ممكن يجيلك خدمات على اورنج كاش. تقدر عن طريق اورنج كاش ان انت تجيلك في المحفظة فلوس تشحن بيها رصيدك. كمان في عروض ان انت تدفع فواتير، هي نفس المصاريف الإدارية اللي ممكن تدفعها في فوري، ممكن تدفعها في اورنج او فودافون او اتصالات. لكن من وقت للتاني لما تتقل شوية على اورنج وتيجي تدفع فاتورة يجيب لك 50 جنيه كاش باك، تقدر تدفع بيهم فواتير، ممكن تشحن بيهم تليفونك. كمان برضو لما تتقل شوية على فودافون كاش ممكن يجيلك 100 جنيه كاش باك. كاش باك رصيد فلوس، مش رصيد دقايق ومكالمات، لا رصيد فلوس تقدر تشحن بيه، بس لازم تشحن بيه في خلال 3 أيام من من ما يجيلك الرصيد. طبعا اتصالات بقى وما أدراك ما اتصالات، اتصالات بقى في حتة تانية خالص، عروضها أكتر بكتير والكاش باك بتاعها كتير، وبرضو تقدر تشحن عن طريق المحفظة بتاعتك خط اتصالات. يعني يبقى عندك خط اتصالات شغال عن طريق ال ال الكاش باك اللي بتاخده من المحفظة. عندك فودافون كاش برضو يبقى عندك رصيدك تقدر تشحن عن طريق المحفظة. الرصيد بتاع التليفون بتاعك عندك، اتصالات عندك كذا خط وكذا حاجة. طبعا ده مش خط الرئيسي، خط تاني ومش عليه هو المحفظة. لكن عايز اقولك ان هما التلاتة بيضربوا في بعض، وانت مجرد ما تدفع مرة فاتورة من اورنج، على مرة فاتورة من فودافون، على مرة فاتورة من اتصالات، هيجيلك على المحفظة كاش باك. وحتى لو ما دفعتش في اورنج ممكن كل شهر ولا شهرين يجيلك رصيد على اورنج، محفظتك جايلك فيها رصيد 50 جنيه 30 جنيه بدون ما تستخدم. يقولك كمان لو انت شحنت ولا لو انت حولت رصيد على المحفظة فانت هتقدر ان انت تستفيد بكاش باك فلوس على تليفونك او على محفظتك. الموضوع بسيط ومش هيكلفك حاجة. ليه ما تعملش حاجة زي كده؟ ممكن تستفيد بيها، خصوصا لو عندك كذا خط بتستخدم كذا خط، كلهم هيشحنوا بعضهم من قلب بعضهم. مش هتحتاج ان انت تدفع فلوس عشان تشحنهم وتدفع ضريبة كل شهر، مش عارف 67 قرش ولا بقت كام دلوقتي. لأ، كل ده من دقنه وفتله. يعني ايه؟ يعني هم اللي هيدوك الخط، هم اللي هيدفعولك. بخلاف بقى ان انت لو حبيت تلف العجلة شوية، تروح على خط اورنج تقول انا عايز احوله لفودافون، هيتصل بيك فودافون او اورنج تقول لك يا فندم بلاش تحول وهنعمل لك عرض كذا وكذا. طب لو انا على اتصالات وعايز احول، يا فندم هنعمل لك عرض كذا وكذا. كل ده ممكن توجده وتوجد منافسة في محيطك الشخصي او في بيتك لكل شركات المحمول على الخطوط بتاعتك. فلو ما كنتش تعرف اي معلومة عن الكلام اللي انا قلته لك واول مرة تعرف المعلومة دي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة. ولو عندك اي معلومة انت عملتها ممكن تفيدنا كلنا بيها، اكتب لي في كومنت تحت الفيديو وانا هشير الفيديو بتاعك او الكومنت بتاعك، اثبت التعليق عشان الناس كلها تستفيد منه. شير ولايك وسبسكرايب واستنى تطبيق جديد عشان اقول لك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات. سلام.